تفتكر إيه سبب الأداء الخرا اللي بيقدمه منتخب مصر مع حسام حسن؟ تعال أقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنتكلم عن الكام ماتش اللي اتلعبوا دول. مش عارف ليه حاسس إن اللعيبة مجبرة إنها تلعب، وحسام حسن مجبر إن هو يلعب. يا عم أنت مش جاهز للماتشات الودية دي، ما تخشش، لكن تخش يعني تلعب بالقرف اللي أنت عامله ده. لا ده قرف. اللعيبة بتستلم الكورة بتهنج. هو اللعيب بتاع كاب فيردي يستلم الكورة، عارف قبل ما يستلم اصلا الكورة رايحة فين. انت اللعيب بتاعك بيستلم الكورة بيهنج، بيفضل شوية كده عامل بيها ايه دي؟ المفروض دي رايحة لمين طيب؟ فاهم الفكرة؟ وعلى فكرة ده مش اول ماتش، ده برضو الماتش اللي قبله والماتش اللي قبله. اقسم بالله منتخب حلمي طولان بيلعب احسن مننا، اقسم بالله. يعني هو مش احسن مننا، هو منتخبنا برضو، بس منتخب حلمي طولان اللي هو المنتخب التاني اللي هو محلي بيلعب احسن من المنتخب اللي فيه المحترفين، اللي فيه محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد واللاعيبه التقيله دي. يعني انت يعني متخيل ليه؟ لان مفيش فكر. يعني انا مش شايف في فكر في الملعب، مش شايف تكتيكات، مش شايف في تعليمات. حسام حسن من الاخر غير مؤهل ان هو يمسك منتخب مصر من الاخر. بس يعني خليها الخطوه دي بعدين، لان اصلا لو فضل معانا حسام حسن للكاس العالم خدها مني هيطلع الثلاث ماتشات بسكور وهنروح. طبعا بقى غير يعني الاختيارات ال- الرديئه جدا، يعني اللي هو مختارها. يعني ليه محمد هاني؟ يعني جمهور الاهلي نفسه مش شايف ان محمد هاني لعيب كوره، فانت مقتنع بيه وجايبه. مش ليه؟ ايه الفكرة يعني؟ ما عندناش يعني باكات يمين في الدوري خالص؟ عدمه يعني؟ ازاي؟ وليه ما بتلعبش بالمدافع التاني مدافع؟ ليه ما تلعبش محمد اسماعيل ولا حسام عبد المجيد؟ ولا يا عم اي حد، عشان ما تقولوش بس بيقول على لعيبة الزمالك اي حد. ليه؟ ايه الفكرة يعني؟ ليه مش عارف هلعب او هنزل بدونجا او هنزل باحمد حمدي او مش عارف هعمل ايه في إيه؟ ليه؟ ما انت عندك مدافع. ولا لازم عشان ضربات الجزاء فانت هتنزله عشان يشوط ضربة الجزاء؟ ايه يعني؟ وعلى فكرة البطولة دي ده مش انجاز ان انت تطلع تالت في بطولة ودية لا قيمة لها على الاطلاق. من الاخر انت مش يعني انت لو بالطريقة دي كنت مجبر. يعني بالطريقة اللي احنا شايفينها دي انت كده مجبر على يعني مجبر داخل الماتشات الودية دي، مجبر. فبتلعب اي حاجة بقى في اي حاجة في اي حاجة. ده المبرر الوحيد. اصل ده لو لعبك بجد، لا احنا في داهية. يعني ده لو لعبك انت بجد، لو ده التكتيك بتاعك وده اللعب، طريقة اللعب بتاعتك، فاحنا كده رحنا في 60 داهية من البداية كده. من البداية احنا مش هنشم اي حاجة على ايدك.